في ضواحي مدينة أربيل شمالي العراق توجد قرية تحتضن منذ عشرات السنين شجرة غريبة تسمى بشجرة المسامير، نظرا لكثرة المسامير التي أغرزت فيها حتى بدت للناظر وللوهلة الأولى كأنها شطحة تشكيلية لنحات أراد تخليد الألم الذي تتعرض له الطبيعة على يد الإنسان. هذه الشجرة التي أتعبتها السنين وتآكلت أوراقها حتى حنت ظهرها كليا، لم يتبقى منها اليوم جزءا إلا وغطته مسامير الزوار الذين يدقون مساميرهم في جسمها النحيف بلا رحمة. اعتقادا منهم إن غرز المسامير في هذه الشجرة تحقق آمالهم وتشفيهم من الأوجاع والآلام المزمنة. اشرح لنا عن هذا الشيء، شنو التقاليد الموجودة بهذا؟ هذا تقاليد أولا مال جدنا، يعني مو مال فوق جدنا. هذا تقاليد، هذا الشجرة على مود واحد شو اسمه يوقع الراس، يوجع الراس، يوجع الأسنان، يجي يدق البصمار هنا يصير زين. ولكن يبدو أن هذه الشجرة في نهاية الأمر قد خيبت آمال المتوسلين بها، وها هي اليوم مطروحة على الأرض بين القبور عاجزة عن النهوض، معلنة استسلامها لأعاصير الطبيعة والزمان. وبرغم كل ما قيل فإن هذه الشجرة قد دخلت ضمن ذاكرة كردستان العراق، وربما كان بمقدورها أن تسجل في كتاب الجينيس يوما ما كأكثر الأشجار التي غرست بها المسامير في العالم، لو أن الطبيعة أمهلتها أياما أخرى قبل سقوطها هذا.